هو ايه المسار او ايه الطريق الطبيعي للوظائف في مجال الاي تي؟ ازيك؟ هقول لك الخلاصه ببساطه ومن الصفر. صلى على النبي ولا بينا نبدا. مجال الاي تي زيه زي اي مجال بيبدا بسلالم مختلفه لحد ما توصل انك تبقى مانجر ان شاء الله في يوم من الايام. بيبدا اول حاجه بشغلانه اسمها الاي تي هيلب ديسك او اي تي تكنيكال سبورت، وده الشخص المسؤول عن اصلاح جميع مشاكل الكمبيوتر او الشبكات اليوميه الدارجه بتاعه الموظفين العاديين. فلازم يكون طبعا فاهم مكونات الكمبيوتر وفاهم الكمبيوتر بيشتغل ازاي، عشان لما تحصل اي مشكله او اي موظف يجي يقول له انا عندي مشكله في كذا يعرف يحلها ويعرف يجاوب على الموظف ويعرف يحل المشكله بالشكل المظبوط والشكل الصحيح. هديك مثلا امثله. نفترض موظف نسي الفايل بتاعه او مسح الفايل بتاعه من على الجهاز وعايز يرجعه تاني، يبقى كده محتاج يعمل ايه؟ يعمل باك اب، يعمل خطه للباك اب بتاعه الملفات المهمه اللي ليها علاقه بموظفين. نفترض مثلا موظف الجهاز بتاعه بطيء، فهو لازم يعرف ازاي يكتشف المشكله فين. فممكن تكون المشكله في الرامات، ممكن تكون المشكله ان في برامج كتير شغاله في الخلفيه، ممكن تكون المشكله ان السي بي يو المروحه بتاعته مش شغاله فالسي بي يو مولع فعشان كده الجهاز بطيء شويه، وهكذا. دي كده ايه؟ تعتبر مشاكل ليها علاقه بالكمبيوتر. في برضه مشاكل ليها علاقه بالشبكات، زي مثلا ان الجهاز طالع على النت، يعني هو جايب علامه الواي فاي دي بس مش عارف يفتح نت، مش عارف يفتح يوتيوب، مش عارف يفتح موقع الشركه، وهكذا. فلازم يكون عنده الاساسيات اللي بتتكلم عن يعني ايه اي بي، يعني ايه جيت واي، يعني ايه سبنت ماسك، يعني ايه سويتش، ويعني ايه راوتر، ويعني ايه فاير وول، واغلب الحاجات دي كلها عشان برضه يقدر يحل المشكله بالشكل المظبوط وبالشكل الصحيح. الهيلب ديسك بالمناسبه هو الشخص اللي بيصلح كل المشاكل بتاعت الموظفين وهو اللي بيحتك بالموظفين اغلبيه الوقت. خلصنا، نطلع خطوه كمان لفوق نتكلم عن بقى النتورك انجينير والسيستم انجينير. النتورك انجينير ده الشخص اللي بيصمم وبيحل مشاكل الشبكه كلها، يعني هو اللي بيعمل كونفيجريشن او برمجه للسويتشات عشان يخلي السويتشات تعرف تشتغل شغلتها وتعرف تخلي الفايلات بين الموظفين تتنقل عن طريق السويتش. فمثلا الموظف رقم واحد عايز يبعت فايل للموظف اللي في الدور التاسع اللي هو رقم 16، فيبعتها له عن طريق جهاز اسمه ايه؟ السويتش. وبرده معاه الفاير وول ومعاه الراوتر ومعاه اجهزه تانية كتير، والاكسس بوينت اللي هي شبه الراوتر اللي في البيت اللي هي بتعلق في السقف دي اللي هي بتوزع واي فاي، ومعاه طبعا اجهزه تانية كتير. فهو المسؤول عن انه هو اللي بيعمل الكونفيجريشن بتاع الاجهزه دي كلها، والراجل ده هو اللي بيحط الاساس بتاع الشركه كلها او بتاع الشبكه كلها. مين برضو بيشتغل معاه؟ السيستم انجينير او السيستم ادمنستريتور. ده بقى الراجل اللي بيقدر يشتغل على الويندوز سيرفر مثلا او على اللينكس سيرفر مثلا عشان يتحكم في اجهزه الموظفين كلها عن بعد. فنفترض مثلا الموظفين كل واحد فيهم كل يوم بيروح يجيب اليو اس بي عليه افلام عليه اغاني وهكذا وبيحطها في جهاز الشركه بتاعته. لا، السيستم ادمن يحط بوليسي او يحط قاعده او يحط كده قانون يقول لا، ممنوع دخول اليو اس بي او اليو اس بي بتاع الموظفين مش هيشتغل. مثلا نفترض واحد عايز يحمل افلام او واحد عايز يحمل اغاني على جهاز الشركه، برضه يقول لك لا، ما فيش حد هيحمل اي حاجه غير ملفات مثلا بي دي اف او ملفات ليها علاقه بموقع الشركه. ده خد بقى دي، هو كمان ممكن يحدد الكوتا. كوتا يعني ايه؟ يعني كل موظف في الشهر ليه مثلا 20 جيجا يتصفح على النت براحته. كل موظف في الشهر يفتح الجهاز الكمبيوتر بتاعه ده يتفتح من 9 الصبح ل 5 المغرب بس. طب 5 ودقيقه لا، هيقفلها عليه. طيب نفترض الموظفين مثلا على اجهزتهم ويندوز 10، واحد دلوقتي خلاص داخلين على شهر 10 ويندوز 10 خلاص بيختفي. هل من الصح ان انا بقى هروح جهاز واعمله ويندوز 11 بنفسي واحرقه على يو اس بي وهكذا؟ لا، برضو الراجل السيستم انجينير بيعمل ايه؟ بيرمي او بيعمل بوش للسكريبت بتاع الويندوز 11 ده، بيرميه على كل الاجهزه، فتلاقي الاجهزه كلها بتعمل لها ابجريد للويندوز بتاعها. ده شغل مين؟ السيستم انجينير. خلصنا الحته دي. في بقى على جنب كده حد اسمه كلاود انجينير. ده برضو بيعمل شبكه وبيعمل برضو حاجه شبه السيستم انجينير كده بس عن طريق الكلاود. بيروح يأجر سيرفرات وبيأجر سويتشات من ناس تانية. نفترض مثلا شركة أمازون أو شركة مايكروسوفت أو شركة جوجل، بيقول لهم سلام عليكم، عايز أأجر من عندكم كذا سويتش عشان أعمل عليهم الشبكة بتاعتي الافتراضية اللي هي في الكلاود أو اللي هي سحابية أو اللي هي ملهاش أجهزة أنا شايفها بعناية دلوقتي. ومن خلال الشبكة الافتراضية دي بربط بقى الموظفين بتوعي على الشبكة اللي أنا عملتها دي، وكل واحد فيهم يشتغل سواء بقى في الشركة أو يشتغل في البيت براحته. ده اسمه إيه؟ كلاود انجينير. طبعا كل كلمه انا بقولها في الفيديو ده كلام عام خالص وكلام ايه سهل وبسيط كده اي حد يقدر يفهمه، انما طبعا كل حاجه من دول بحر ما بتخلص. وفي بقى طبعا ايه؟ السايبر سيكيورتي. ده الراجل اللي وظيفته اللي بيحمي اجهزه الموظفين بتاعتي وبيحمي الشبكه بتاعت الشركه من ان اي حد يخترقها، من ان اي حد يخش على اي فايل من الفايلات المهمه يسرقه بقى ويبعته للمنافسين، يسرقه ويقول لك انا هبيعه فانا عايز فيه
فلوس حلوه او عايز فيه مبلغ محترم يبوظه، ايا كان. ده الراجل بتاع مين؟ السايبر سيكيورتي، هو اللي بيحمي الشبكه بتاعتي من اي اختراق، وبيحمي الشركه بتاعتي من اي عبث ممكن يحصل من اي حد مش مسموح له انه يفتح الشبكه بتاعتي. دي ببساطه السلالم، او دي ببساطه كده الوظائف بتاعه الاي تي من اول سلمه لحد نص الطريق مثلا ولا حاجه. طبعا في وظائف اعلى من كده بس مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، لانك لما هتوصل اصلا تبقى نتورك انجينير او تبقى سيستم انجينير انت لوحدك هتلاقي نفسك عارف، لانك هتتعامل بعد كده مع ناس بقى مانجرز اعلى منك، وهتتعامل مع ناس بقى ريجونال دايركتور ومع السي ليفل كلهم، فهتلاقي نفسك فاهم اكتر في التفاصيل دي كلها. اهم حاجه بس يكون وصل لك السلم الطبيعي التدريجي اللي بيتكلم عن وظائف الاي تي، وهبدا فيهم ايه وهشتغل ايه الاول، ثم بعد كده ايه، ثم بعد ايه، وهكذا. بمناسبه اول سلم اللي هو الاي تي هيلب ديسك، اللي اغلب الناس فيه ما بتعرفش توصل له او ما بتعرفش تحققه، او في ناس كتير قوي بتطلع على طول على النتورك انجينير وما بيلاقوش شغل عشان الشركات كلها عايزه واحد هيلب ديسك الاول عنده خبره كويسه يعرف يشتغل في الشركات. فانا ريحتك وسهلت عليك الموضوع، عملت دبلومه كامله اسمها دبلومه الهيلب ديسك، بتتكلم عن اساسيات الكمبيوتر، يعني ايه كمبيوتر وبيشتغل ازاي واغلب مشاكله ومكوناته، وتعالى نجمع مع بعض وتعالى نحل كل مشاكله. وبعد كده اساسات الشبكات برضو، الاي بي كونفيجريشن والدي ان اس والدي اتش سي بي، وانواع الكابلات وانواع الشبكات وانواع الاجهزه، لحد ما هنعمل مع بعض اكتر من شبكه، سواء بقى كانت شبكه سلكيه بالكابلات او شبكه لا سلكيه بالواي فاي. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل كل الحاجات دي كلها، وازاي برضه نحل اغلب المشاكل اللي ليها علاقه بالشبكات. وقسم كمان اساسات السكيورتي اللي هنتعلم فيه ازاي نحمي الاجهزه بتاعتنا واجهزه الموظفين من اي اختراق من اي عبث، وازاي نطبق البوليسيز علشان نحمي وعلشان نكتف الموظفين اللي عايزين ايه يبوظوا الجهاز او عايزين يفتحوا كده باب خلفي لاي هاكر انه يخش على الشبكه منه. واخر قسم موجود في الدبلومه وده قسم مميز جدا، بيتكلم عن اشهر المشاكل اليوميه اللي هتقابلك وانت شغال، زي نسيان الباسورد، زي الباك اب سوليوشنز كلها، وازاي لو في ملف اتمسح بالغلط ترجعه تاني، زي البارتيشننج وازاي تعمل بارتيشننج لاكتر من هارد، زي ان انت تعمل يوزر وجروب بيرميشنز تتحكم في الفايلات، مين مسموح له يفتح الفايل ده مين مش مسموح له، زي الباسورد مانجر، زي التيكتنج سيستم، وزي تقنيات الريد، وحاجات تانية كتير هنتكلم فيها. دبلومة كاملة وشاملة، بمجرد ما تخلصها ان شاء الله هيبقى معاك كل التفاصيل وكل المهارات اللي الشركات محتاجاها كاي تي هيلب ديسك. الفيديوهات مسجلة متاحة معاك ومفتوحه لمده سنه كامله، شوفها براحتك. ولو انت راجل عندك شغف كده زيي وبتحب مجال الاي تي، احتمال تخلصهم في شهر شهر ونص بكتير وتبقى جاهز وهتطبق وهتبقى شغال عملي بنفسك على كل الفيديوهات. عايز اقول لك ان الكورس كله 80% منه عملي، 20% منه نظري، فمش هنتكلم كتير وهنعمل كتير. تقدر تحجز معايا لو انت بعت لي رساله على الواتساب، هتلاقي الرقم موجود هنا كده، ابعت لي وهبعت لك كل التفاصيل. واهلا بيك يا معلم في مجال الاي تي. اتمنى اكون فدتك. ما تنساش تصلي على النبي. اشوفك على خير. سلام.